بيبدأ فيلمنا بنسان واللي بيبقى شغال مساعد مدير في بنك وبيبقى روتيني جدا. بيجيله واحد كان واخد قرض من البنك وبعد ما مراته ماتت بيبقى مش عارف يشتغل ولا يسدد القرض، والبنك بيبقى هيحجز على ممتلكاته، فبيقوله انه مش في ايده حاجة يعملها له بس ممكن يأجل ورقه كام يوم كده لحد ما يظبط اموره. فبيشكره جدا وبيمشي. نسان بيبقى واقف بيعمل شاي وبتيجي شيري واللي بيبقى معجب بيها اصلا بس هو خجول. بتخضه فالمية المغلية بتدلق على ايده فبيتحرق شوية وبتروح مكتبه وتطمن عليه وبتعزمه على الغدا، فبيقول لها جايب غدايا معايا وبيشوف صور الراجل اللي كان عنده ومراته وانهم كانوا قد ايه بيحبوا بعض، فبيجري يقول لها انه موافق. لما بيروحوا المطعم بيقعدوا يدردشوا مع بعض وانه مش بيخرج من مكتبه يعني طول الوقت، فبيقول لها انه مش اجتماعي وهو بيطلب حاجة يشربها وهي بتطلب كيكة وبتحاول تدوقه الكيكة بس هو بيرفض. وبنعرف انه عنده مرض وراثي بيخليه ما يحسش بالألم، وبسبب كده ما بيقدرش ياكل حاجة ناشفة شوية عشان ممكن يعض لسانه من غير ما يحس. فبتقوله يعني انت ما حسيتش بالمية لما اتدلقت عليك؟ ده انت كده بطل خارق. وبيقول لها ان متوسط العمر اللي هيوصل له بسبب حالته دي هو 25 سنة، ولما اهله عرفوا كده حبسوه نوعا ما يعني. وبتزن عليه يدوق الكيكة وبتقوله مش هيحصل لك حاجة انا معاك، وبيدوقها بحرص شديد قوي وبتعجبه جدا وبتعزمه على مكان يسهروا فيه. نسان بيبقى ليه صاحب بيلعب معاه اونلاين وبيحكي له على شركة وانها عزمته على مكان للفنون بس هو مش رايح، فصاحبه بيشجعه يقابلها وبيروح يقابلها وبيشوف لوحات ليها معروضة وبيعجب بيها وبيبقى مبسوط جدا. بس بيقابل واحد كان معاه في المدرسة زمان وكان بيتنمر عليه لما عرف حالته وبيقوله ايه ده انت لسه عايش؟ ده انا فكرتك مت يا راجل. وبيبقى ظابط الارم عشان يدخل الحمام عشان المثانة بتاعته ما تنفجرش، وبيرجع من الحمام بيلاقيها قاعدة مع الواد اللي ما بيطيقهوش وبيقعدوا يضحكوا مع بعض، فبتديهم هما الاتنين مشروبين. فالمتنمر بيبدأ يكح وبيبقى مش قادر ياخد نفسه وبيطلع انها اديتهم صلصة فلفل وبتقوله ايه ده انت ما بتحبوش؟ ده المفضل عندنا. وبتاخده بره وبيقعدوا يضحكوا عليه. بيروحوا البيت وبتشوف المكتبة بتاعته وبتعجبها جدا وانه قاري كتب كتير، وبتمسك ايده وبتقوله انت مخبي ايه؟ فبيوريها وشم على ايده وواحد على صدره كبير بيحكي قصة حب، وهي بتحب الوشم جدا بس بيبقى لسه مخلصوش عشان مش عارف النهاية. وبيقضوا اليوم مع بعض وبيصحى الصبح بيلاقيها رسماله كيكة على ورقة وبيبقى متحمس جدا يبدأ يومه وبيبقى مبسوط وبيشوفها من مكتبه مبسوطة وبيبقى رايح يقول لها ان اليوم كان جميل جدا. بس بيدخل 3 رجالة لابسين لبس سانتا كلوز وفجأة بيضربوا نار على الموجودين وبياخدوا المدير يفتح الخزنة بس ما بيرضاش يفتح، فبيضربه لحد ما الدقن بتاعته بتقع ووشه بيبان. فبيقول له اسف يا صاحبي انت شفت وشي مع السلامة انت بقى، وبيروح مموته. وبيروح جايب نسان عشان مساعد المدير عشان يفتح الخزنة وبيقعد يضرب فيه بس هو مش بيرد عليه وبيبقى مصدوم من المدير اللي مليان دم وهو بيضرب فيه، بس شيري بتدافع عنه فبيروح ضارب شيري. فبيقول لهم على ارقام الخزنة عشان ما يموتوهاش وبيدخلوا ياخدوا الفلوس كلها وبياخدوا شيري كرهينة معاهم. الشرطة بتبقى بره فبيضربوهم وبيهربوا في عربيتين، فنيت بيطلع بيلاقي الضابط مرمي على الأرض ومضروب في رجليه برصاصة، فبيربط له رجليه وبياخد مسدسه وبيطلع بسرعة وراه بعربية الضباط اللي اتضربوا. ولما بيلاحظوه وراهم بيضربوا عليه نار بس مفيش حاجة بتيجي فيه وبيتفرقوا، فبيروح ورا عربية فيهم واللي بيقف عشان العربية سد الطريق وبيسألوا نيتا عن شيري وبيهددوا بالمسدس، بس بيعرف انه أول مرة يمسك مسدس وانه مش ضابط فبيضربه وبيبقى جنبه مطبخ بيهرب عليه وبيضربوا بعض هناك. ونيت بيطلع فجأة يضربه بالطاسة المولعة فالمسدس بيقع منه في زيت المغلي وإيده بتتحرق، فبيفضل يضربه بطاسات سخنة فبيتحرق زيادة وبيمسك الساطور وجاي على نيت، فنيت بيروح ماسك المسدس من الزيت المغلي وبيضربه بيه فبيموت وبيفضل يأنب في نفسه عشان موته بس هو ما كانش قصده، هو بس عايز ينقذ شيري بسرعة. بيلاقي وشم على دراعه فبيصوره وبيبعت الصورة لصاحبه اللي بيلعب معاه اونلاين عشان يشوف المكان اللي بيعمل الوشم ده موجود فين. وهو اصلا بيقوله انت جبت العشم ده كله منين؟ احنا حتى ما تقابلناش ولا مرة. وبيقوله انا هجيب لك العنوان بس ما تطلبش مني حاجة تانية. وبتيجي الشرطة وبتحقق في اللي حصل وبيشكوا في نيت عشان خد سلاح وعربية ضابط وهو اللي فتح الخزنة. نيت بيروح المحل بتاع الراجل اللي مراته لسه ميتة عشان يطلع الرصاصة من دراعه بالكماشة وفعلا بيطلعها وبيروح حاطط صمغ عشان يلزق مكان ما فتح وبياخد حقنة ادرينالين
عشان ما يغماش عليه، وبيشكره وبيديله فلوس وبيقوله هشوفك تاني، ده لو ما متش يعني، وبيروح ماشي. صاحبه بيبعتله العنوان بتاع المكان اللي بيعمل الوشم، فبيروح له. الشرطة بتوصل المطبخ وبيعرفوا ان نيت هو اللي قتل الراجل، فبتكلمه المحققة في التليفون وبيحس انهم شاكين فيه، فبيقول لها انه لازم ينقذ شيري، لو الراهنة دي اكتر حد بتحبيه واللي غيرلك حياتك وخلى ليها قيمة، هتستني حد ينقذهولك؟ فبتقوله كمل يا نيت بطريقتك. الشريكين التانيين بيبقوا قلقانين على التالت، وبنلاقي شيري بتتكلم مع واحد فيهم وبيجيب لها كاندي، وبتطلع شركتهم وبتبقى متضايقة عشان سايمون قتل المدير، وهما كانوا متفقين ما يقتلوش حد. نيد بيروح المكان اللي بيعمل الوشم وبيقوله عايز اعمل زي ده، فبيسأله لو كان يعرف بن او خدم معاه، فبيقوله ايوه خدمنا مع بعض. انت تعرف اسمه الاخير مش كده؟ تفتكر بنستهجاه ازاي؟ فبيشك فيه وبيقوله طب ما تقوله انت كده. وطبعا نيت ما يعرفش حاجه، وبيروح يجيب له سكينه، فنيت بيحس وبيهدده بالمسدس وبيضربوا بعض، بس نيت مش قادر يسد مع كل ده جسم وبيتضرب، فالازاز بيقع عليه فبيضرب في الارض بايده، فبيمسك فيها قطع ازاز صغيره فبيضربوا بيها في عينه الاتنين، وبيساله عن اسم بن الاخير فبيقول، فبيتصل بواحد صاحبه ويساله عليه على اساس انه عايز كارد يعني، وبيسألوا على عنوان وبيكتبوا على ايده بآلة الوشم. اخو بن بيقول لهم انه قلقان عليه وراح يشوفه في البيت. نيد بيوصل البيت وكل ما يروح في حتة بيبقى فيه فخ، مرة الكرة الحديد اللي كلها اسلحة دي ترشق في ظهره، مرة سهم يرشق في رجليه وهي ماشية، وبيجي يخرج بيروح يفخ معلقه من رجله بقى، فبيتصل بصاحبه يجي ينقذه عشان هو خايف على شيري تموت، فبيقول له بس دي اخر مرة هساعدك فيها، 10 دقايق وابقى عندك. بس بيدخل اخو بن وبيقول له انت مين؟ فبيقول له حرامي اختار البيت ده عشوائي عادي جدا، انا معرفش حد، وبيلاحظ عنوان بن مكتوب على ايده. سايمون بيتصل بيه وبيقول له ان بن مات واللي قتله راجل لابس بدله ورفيع، فبيقفل وبيرفع المسدس عليه، واللي بيقول له ارجوك اقتلني على طول من غير ما تعذبني، فطبعا بيروح معذبه. وطبعا التاني بيمثل انه بيتوجع لحد ما صاحبه يجي ينقذه، بس بيخلص وبيبقى هيقتله. صاحبه بيدخل يضربه وبيفك نيد وبيبقوا ماشيين، بس التاني بيفوق وبيحاول يقتله بس بيخلصوا منه في الاخر، وصاحبه بيضمد له جروحه وبيقول له انا لو اضطريت اشهد عليك هشهد عادي، وما بيكملش الجمله والشرطه بتيجي بره، بس نيد بيقول له انه ياخد بدلته عشان يفتكروه هو، والشرطه بتنادي عليه يطلع، وصاحبه بيروح جاري يركب السكوتر بتاعه وبيبقى ماشي بسرعه، والشرطه بتبقى وراه وبتمسكه، فبيقول لهم انا هساعدكم بس سيبوني. سايمون بيحضر نفسه عشان يمشي، بس شيري بتقوله انها مش هتروح في حته، فبيرفع مسدسه عليها ونيد بيكون وصل وبيقول له سيبها تمشي، ده لو ما كنتش عايز تحصل اصحابك، فبيقول له انت جيت ورانا عشان تنقذ شيري؟ طب خد المفاجأة الكبيرة بقى، شيري تبقى اختي وكل اللي عملته معاك ده كان تمثيل. وطبعا نيت يا عيني بيتصدم، فسايمون بيقعد يضرب فيه بكل سهولة وبيشده يحطه تحت الآلة اللي بتضغط العربيات، وبيبقى خلاص هيموته، بس شيري بتشد سايمون عشان ما يموتهوش وبتقول له خد الفلوس وامشي وانا هقعد معاه، بس طبعا مش بيوافق وبيرفع عليها المسدس، بس الشرطة بتضرب عليه نار وبينقذوا نيت، والشرطية بتكلبش شيري وهم خارجين. سايمون بيضرب نار على الضابط والشرطية وبياخد الفلوس وبيضرب نار على المسعف وبياخد العربية ويمشي. بترجع شيري للشرطية تفك الأساور وبتاخدها معاها وبتروح ورا سايمون، واللي بيبقى سايق بسرعة كبيرة جدا، ونيت بيحس ان في حاجة غريبة وبيسمع صوت سايمون، وسايمون لما بيشوفه بيقول له هو انت ورايا ورايا؟ نيت بيحاول يفك نفسه وسايمون بيدور على المسدس عشان يقتله. شيري التانية رعباه بسوقتها دي. سايمون بيقول له انت عارف لو كنت فضلت في البنك وما جيتش ورانا كان زمان شيري دلوقتي قاعدة جنبي. فنيت بيروح جايب جهاز صدمات تقريبا وبيروح حاطط ناحية عليه وناحية على سايمون، فالعربية بتتقلب وسايمون بيجيله عشان يخنقه، بس نيت بيقطع الحبل بالمشرط وبيفضلوا يضربوا في بعض. شيري بتاخد المسدس بتاع الشرطية وبتقول لصاحب نيت يوصلها على المستشفى. سايمون بيبقى خلاص هيموت نيت وبيبقى قطم ايده، وشيري بتضرب عليه نار فبيجري وبيمسكوا في بعض هما الاتنين، كل واحد عايز يموت التاني ولا كأنهم اخوات، ونيت بيبقى شايفه مبهدلها ومش قادر يعمل حاجة، بس بيزحف للشنطة وبياخد حقنة ادرينالين وبيقوم له بقى وبيروح ضربه بالعظمة اللي طلعها له من ايده وبيقع على الارض، وشيري تقعد تعتذر له بس هو خلاص فقد الوعي. يا شيري يا حبيبتي الواد بيحارب من الصبح عشانك، وبيودوه المستشفى، لما بيفوق بيلاقي صاحبه جنبه بيقول له ايه اللي حصل؟ فبيقوله لا ولا حاجة، هو نزيف في الدماغ على شوية حروق من الدرجة التالتة وشوية كسور وكنت في غيبوبة
بس يعني مش حاجة. وبيسأله عن شيري فبيقوله كويسة، وبتدخل الشرطية وبتقوله انت متهم في شوية قضايا كده يخلوك ما تشوفش الأسفلت تاني، بس انت أنقذت حياة شرطي وفي ناس شهدت شهادات مقنعة ليك، فالقاضي اداك 6 شهور هتبقى فيهم إقامة جبرية و5 سنين تحت المراقبة. بتعدي سنة وبيبقى قاعد بيلعب مع صاحبه اونلاين وبيتكلموا مع بعض ومبسوطين، بس بيسيبه عشان يروح يقابل شيري واللي بتبقى مسجونة، وبيوريها الرسمة بعد ما كملها. فالشرطي بيزعقله عشان فتح القميص، وبيتكلموا مع بعض شوية وبتقوله هشوفك تاني، وهو بياكل الكيكة ويبقى مبسوط. بس ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.